تخيل تاخد عمولة على كل بيعة من غير ما يبقى عندك منتج ولا حتى شحن. جاهز يا صاحبي نزود سطر جديد في كتب التاريخ. السلام عليكم، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة معانا شرح منصة قوية جدا من منصات الافيليت ماركتينج أو التسويق بالعمولة، وبرضه مجال الدروب شيبينج. منصة النهاردة تقدر تعمل أو تحقق من خلالها دخل من وانت في مكانك في البيت. منصة النهاردة هي منصة اي جي ميرش. اي جي ميرش من افضل المنصات الموجودة برضو حاليا في مصر في مجال التسويق بالعمولة او الدروب شيبينج. تقدر من خلالها تحقق دخل شهري لو اشتغلت بالطريقة الصح. هسيب لكم ان شاء الله رابط التسجيل في المنصة في الديسكريبشن في الوصف، وننتقل على طول للشرح. اول ما بتضغط على الرابط بيفتح معاك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، وبيبقى مكتوب لك تسجيل حساب جديد. بيبقى مكتوب لك او تقدر تعمل حساب كمشتري او تقدر تعمل حساب كبائع او مسوق. طبعا احنا هنسجل كمسوقين. بتضغط على اعرف اكتر، بيفتح معاك الخانة اللي حضرتك شايفها دي، يقول لك اشتغل واكسب مع اي جي ميرش. طيب متاح ايه في مجال التسجيل؟ متاح انك تسجل كمصمم لو حضرتك عندك خلفية عن التصميم او بتعرف تصمم تيشيرتات او لوجوهات تطبع على تيشيرتات، فتقدر تسجل كمصمم. ومتاح برضو لو حضرتك بتعرف تسوق وبتعرف تعمل تسويق او دعاية صح المنتج، تقدر تسوق او تسجل كمسوق. ومتاح برضو لحضرتك ان انت تسجل كريفيلر. ريفيلر يعني انك تسجل وبتاخد رابط حالة بتاعك بيكون خاص بيك، واي حد بيخش او بيعمل عملية شراء عن طريق اللينك بتاعك بيبقى ليك العمولة زيك زي التسويق بالظبط. زي برضو نظام الافيليت على موقع امازون بيبقى من خلال التسويق باللينكات. طيب بتضغط على التسجيل كمسوق، احنا هنسجل كمسوق، حساب مسوق جديد. بتكتب الاسم وبتكتب البريد الخاص بيك ورقم التليفون، وبتكتب اسمك وبتكتب عفوا كلمة السر، وبتأكد كلمة السر، وبتضغط لوحة التحكم، بتسجل كده خلاص، وبتفتح معاك المنصة بالشكل ده. المنصة جميلة جدا، متاح عليها منتجات كتير وفيها مميزات كتيرة جدا تقدر تشتغل من خلالها. نشرح المنصة جزء جزء إن شاء الله. بيبقى عندك الخانة اللي على اليمين دي بتبقى متقسمة طبعا زي باقي المنصات، بتبقى الرئيسية وكل المنتجات، والبراند بتاعي دي لسه متضافة في المنصة جديد. البراند بتاعي دي تقدر من خلالها إنك لو عندك براند تعمل متجر إلكتروني، وتقدر تعمل صفحة هبوط تبيع من خلالها وتعمل مبيعات. وإن شاء الله هيبقى في شرح للجزئية دي مخصوصة في فيديو. بس ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد. ودي خانة المنتجات المميزة، ودي المفضلة لو حضرتك بتفضل منتج أو منتج عمل معاك مبيعات في شهر كتيرة، تقدر تحطه في خانة المفضلة. وطبعا الطلبات والإحصاءات وحالة المخزون، ودي الإشعارات والمحفظة. أول ما بتفتح معاك الصفحة بتفتح معاك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، بيبقى جايب لك أكتر منتجات اتباعت في آخر شهر أو آخر 30 يوم. بيبقى بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، دي أكتر منتجات عملت مبيعات الشهر اللي فات. طيب لو عايز أشوف المنتجات بتضغط على كل المنتجات، بتفتح معاك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. وليكن مثلا تصميم الأهلي في كأس العالم ده أو الهودي كلاسيك ده، بيبقى مكتوب لك السعر بتاع البيع، وبيبقى مكتوب لك الربح بتاع حضرتك تحت خانة أو جنب خانة السعر. يعني ده هيتباع ب 450، ربحك أنت ال 50 جنيه على كل أوردر طبعا. وباقي نفس السيستم ماشي على باقي المنتجات الموجودة في المتجر أو الموجودة على المنصة.
نخش نشوف منتج تاني. مثلا في منتجات هي نفس المنتجات او نفس خانة الربح بيبقى مكتوب لك فيها بس مع اختلاف العمولة. طيب لو حبيت تطلب منتج لعميل بتدوس على إضافة، بيفتح معاك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. بتختار طبعا اللون، بتختار المقاس، يبقى مكتوب لك وصف التصميم أو وصف المنتج. بعد ما حضرتك بتختار لون المنتج والمقاس طبعا اللي معمول أو الخانة اللي معمول عليها شرطة، دي بتبقى الخانة مش متوفرة حاليا أو كانت موجودة وخلصت. بعد ما بتختار المقاس واللون بيبقى مديك سعر المنتج والربح. حضرتك انت وشطارتك، كل ما بتبيع او بتعرف تبيع بسعر اعلى كل ما طبعا عمولتك بتزيد. طيب لو حبيت انزل صور المنتج او فيديوهات للمنتج كاتب لك هنا بص اضغط على اي صورة للتحميل. يعني مثلا لو ضغطت على دي بتتحمل معاك هنا على طول، لو ضغطت على اي صورة بتتحمل معاك على طول بطريقة سهلة جدا جدا. وبيديك تفاصيل عن المصمم والمتجر اللي عارض المنتج ده للبيع، وبيديك جدول المقاسات لو دوست عليه كده بيحمل برضو معاك. طيب بعد ما بتختار اللون والمقاس وبتحدد السعر بتضغط أضف إلى العربة، بيتضاف معاك على طول. وبتخش على خانة الطلبات وبتعمل طلب جديد، بيفتح معاك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. بيبقى مكتوب لك كل تفاصيل المنتج وربح الطلب وسعر الطلب بالكامل زائد مصاريف أو بمصاريف الشحن. بتكتب حضرتك اسم العميل وبتكتب رقم الموبايل الخاص بالعميل، ولو متاح معاك رقم إضافي بحيث لو تعذر أو معرفوش يوصلوا يتواصلوا مع العميل على الرقم الأول يبقى فيه رقم احتياطي. وبتختار المحافظة اللي هتشحن إليها أو اللي الأوردر هيروح ليها اللي ساكن فيها العميل، ومديك اسم المحافظة وجنبيها عمولة أو تمن الشحن للمحافظة دي. يعني مثلا الإسكندرية 50 وهكذا، كل محافظة مكتوب جنبها سعر الشحن. ودي ميزة جميلة جدا لأنها بتعرفك سعر الشحن للمحافظة، بحيث لو حضرتك عملت إعلان لمنتج والعميل سألك مثلا سعر الشحن مثلا للقاهرة كام، بتبقى عارف، بتخش بتعرف سعر الشحن هنا أو سعر الشحن مثلا لأسوان بكام، بتعرف وبتبلغ العميل بحيث يبقى عارف. وبتكتب طبعا العنوان بالتفصيل بتاع العميل، ولو عندك أو متاح معاك اسم صفحة البيع بتكتبها، لو مش متاح عادي اختياري. والملاحظات لو في أي ملاحظات عندك تقدر تكتبها، مفيش برضو تقدر ما تكتبهاش، دي برضو بتاعتك انت اختياري. وبتضغط على إرسال الطلب. كده انت عملت طلب للمنتج. بعد كده الطلب بيروح للمنصة وبتتولى هي التواصل مع العميل وبتأكد الأوردر وبتشحن للعميل مباشرة. وبعد تحصيل المبلغ من العميل بينزل الربح أو العمولة بتاعتك على خانة المحفظة. بتنزل لك في المحفظة المبلغ الحالي، ده ربح معلق بيتراجع بعد ما بتنزل لك العمولة. بينزل لك بيتراجع 5 دقايق ولا حاجة وبينزل لك. والربح المتوقع ده لو في اوردر رايح في السكة بيقول لك الربح المتوقع الكام. ولا طيب لو حضرتك نزل لك أرباح على المحفظة أو عملت مبيعات وعايز تسحب الأرباح بتاعتك، بتضغط على سحب الأرباح، بتكتب المبلغ وبتكتب رقم الموبايل الخاص بيك اللي لازم يكون عليه محفظة عشان الأرباح هتتحول على المحفظة. ومتاح التحويل على فودافون كاش واتصالات كاش واورنج كاش ووي باي وانستا باي برضو. دي ميزة جميلة جدا، متاح دفع
طرق دفع جميلة جدا، الفودافون سواء كانت فودافون أو اتصالات أو أورنج، وباي أو انستا باي. وطرق طرق شحن أو سحب برضو ما فيهاش مشاكل. وبتعمل طلب وبتضغط على، بعد ما بتحدد ده كله بتضغط على طلب سحب الأرباح، بتراجع الطلب من 10 ل 24 ساعة، بينزل لك أو بتنزل لك الفلوس على المحفظة. وممكن برضو تتأكد من حالة مخزون، بيوريك لو حضرتك هتتعامل مع تاجر جملة تقدر تشوف المخزون المتاح معاك أو المخزون اللي متوفر حاليا، وبيبقى معرفك المخزون بتاع كل منتج، سواء موجود لا أو مقاس موجود أو مقاس مش موجود. بتبقى عارف كل تفاصيل المنتج والألوان الموجودة والألوان اللي مش موجودة، وتقدر بناء عليها تحدد الطلب بتاعك. وطبعا في خانة الطلبات دي بيبقى فيها أو تقدر تتابع من خلالها حالة الطلب الخاص بيك، سواء كان بيتجهز أو اتشحن أو وصل للعميل وتم تحصيل الفلوس أو المبلغ من العميل. بس كده، دي كانت منصة النهاردة وده كان الفيديو. يا رب لو استفدت ما تنساش اللايك والاشتراك، وما تنساش تدعمنا وتكتب لنا تعليق، ولو عندك أي سؤال تكتبه في التعليقات تحت. والسلام عليكم.